السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا اخر حاجه في الفيديو اللي فات، هي ان زاو فان بعد ما يخلص على قطاع الطرق وبيستحوذ على قوتهم، ولما بيرجع لانسة ليه وبتقول لزاو فان ايه اللي حصل لك وليه تصرفاتك بقت غريبه فجاه. زاو فان بيقول لها يمكن عشان الاحجار الروحيه كانت قليله، عشان كده المصفوفه خرجت عن السيطره. وبعد كده بانج تونج بينظر لزاو فان. هل هي نظرات شك ولا ايه؟ هو ده اللي هنشوفه في فيديو النهارده. عشان كده عايزك تصلي على سيدنا محمد وتعمل لايك، ويلا بينا من غير ما نطول كتير نخش في الموضوع على طول. النهارده بنشوف ان بانج تونج ما كانش بينظر نظرات شك ولا حاجه، بالعكس ده بيقول له زاو فان معلش انا شتمتك واحنا جايين في الطريق، وما كنتش عارف انك بتحاول توقع العدو في فخك. زاو فان لو انت عايز تعاقبني انا ما عنديش مانع، انت لو عايز رقبتي اعتبرها بين ايديك. شوي فان بيقول لنفسه الراجل ده يعتبر خادم مخلص، وبيفتكر الخادم بتاعه زاو شينغ اللي قتله غدرا، وبيقول لو كان عند زاو شينغ نص الاخلاص ده ما كانش حصل لي كل ده. وبعد كده بيقول سيد بانج انت قائد الحراس، انا مجرد خادم منزل، ازاي اجرؤ ان انا اعاقبك؟ وكمان قدرنا نخلص على قطاع الطرق بفضل المصفوفات السحرية الخاصة بالسيدة الشابة، وانا متأكد انها لسه محتاجة لك. بانج تونج بيقول وهو فرحان للأنسة ليو سيدتي انت عارفة المصفوفات السحرية؟ الكلام ده صح؟ الأنسة ليو بتقول له ايوه صح. بانج بيقول لقد بارك الإله عائلة ليو، السيدة الشابة عارفة موضوع المصفوفات، وكمان ساعدنا زاو فان. خلاص اليوم اللي هترجع فيه عائلة ليو للقمة قريب جدا. زاو فان بيقول ودلوقتي بما ان مشكلة قطاع الطرق انتهت، دلوقتي السيدة الشابة عندها اي خطط؟ بانج بيرد عليه وبيقول له احنا في الاساس كنا بنحمي الانسة ليو عشان نوصلها لعائلة ليو لطلب المساعدة. هو انت ما تعرفش مش الانسة ليو مخطوبة؟ ودلوقتي عزيزي المشاهد بما ان الانسة ليو طلعت مرتبطة، بعد اذنك هعيط شوية وارجع لك. انت طلعت مرتبطة يا ليو؟ يعني انا كده هفضل سنجل زي ما انا؟ ماشي يا ليو. ويلا بينا يا عزيزي المشاهد نشوف مين سبع البرومبا اللي سابتنا عشانه. بانج تونج بيقول لزاو فان الانسة ليو هتتجوز السيد تاي. زاو فان بيقول عائلة تاي من قلعة فينغلين، عائلة تاي أكبر عائلة في القلعة، لو قدرت أقدم لهم الأخوات اللي معايا دول يمكن لو مات ذلك الرجل الصغير سيمكنني أنا أرتاح، وكمان لو قدرت أقضي على أشباح العقل في الوقت ده هكون حر. واللي مش عارف هيكون حر من إيه، أحب أقولك إن اللي مخلي شوي فان بهذا الجسد قريب منهم لحد دلوقتي ومش عارف يبعد عنهم إنه مختوم بختم العبودية. وزاو فان بيقول لهم طب يلا نروح نطلب المساعدة من عائلة تاي، وبنروح لقلعة فينغلين واللي بيكون قاعد فيها شخص وبيقول للخادم بتاعه مفيش أخبار عن قطاع الطرق. الخادم بيقول أيوة في يا سيدي، وصلتنا أخبار إن قطاع الطرق سينتهون قريبا. بيضحك الشخص اللي قاعد على الكرسي وبيقول للخادم اخرج، والخادم زي ما يكون خد إفراج من حكم تأبيده بيجري بسرعة كبيرة جدا. وبعد كده بيقوم الشخص ده من على الكرسي وبيروح يدخل غرفة ويقول سيدي، وبنشوف راجل كبير في السن نايم في الغرفة دي. الشخص ده بيقول للراجل الكبير تقدر تطمئن، صديقك القديم في الجحيم الآن، وما تقلقش لما ترجع التنانين هبعتك عنده. وزي ما انتوا شايفين الراجل ده عاجز ومش قادر يعمل أي حاجة. وبعد كده بيضحك الشخص ده، وبعد 5 أيام بيوصل زاو فان واللي معاه قلعة فينغلين. بانج تونج بيقول لزاو فان أنا لما افتكر إنك ما جيتش هنا خالص، إيه رأيك في القلعة؟ زاو فان بيقول لنفسه ما تختلفش عن القرى الصغيرة، وبيقول للأنسة ليو هي عائلة تاي لسه ما وصلتش. الأنسة ليو بتقول ما ينفعش نروح لعائلة ليو مباشرة، عشان كده هروح أنا ويون هاي الأول وبعد كده هنيجي ناخدكم. في الوقت ده زاو فان وبانج تونج بيكونوا في قمة الإحراج. بانج تونج بيقول لزاو فان لو رحنا لهم على طول هيعتبرونا مش مؤدبين، عشان كده نقدر نروح نرتاح شوية. زاو فان بيقول لا بأس، روحوا انتوا يا جماعة، كده كده هما مش هيوصلوا قريب، انا هتمشى شوية. يون هاي في الوقت ده بيقول لزاو فان انت ياض قلعة فينغلين هي ارض نسيبي، استنى بس هقول لاختي انها تقول له انه يأدبك كويس. لكن زاو فان بيديله شلوك في القنبلة وبيقول له امشي غور عند اختك. الانسة اللي بتقول له انت بتتنمر على الطفل ليه؟ زاو فان بيقول لها اخوك اللي بدأ الاول، عشان كده هسيبك تهدي، ولو كنت لسه مش مرتاحة معايا تقدري تعاقبيني
بانج تونج بيقول لزوفان: اخي زوفان، مش مهم اللي بيعمله، هو برضه سيدنا الصغير، انت ازاي تعامله كده؟ بيمشي زوفان بعيد عنهم، واثناء ما هو ماشي بيسمع صوت واحدة بتقول: جوهرتك مش حقيقية، صح ولا لا؟ الراجل بيقول لها: سيدتي انت قصدك ايه بغير حقيقية؟ الجوهرة دي اصلية، هتزيد من قوتك بشكل كبير لو استعملتيها بالطريقة الصحيحة، فهمتيني؟ البنت بتقول له: انا ما عنديش خبرة في الجواهر، بس انا شفتها عشان كده عارفة ان جوهرتك مش اصلية. بيضحك التاجر وبيقول لها: لا والله، يعني انت تقدري تعرفي ان الجوهرة اصلية ولا مزيفة بنظرة واحدة؟ طب يا ناس، حد سمع بقصة زي دي قبل كده؟ البنت بتقول له: ايوه فعلا، انا بقدر اعرفها من نظرة واحدة، انا عندي القدرة دي. التاجر بيقول لها: ما تخبطيش في الكلام قدامي يا طفلة. لكن واحد من بعيد بيقول: جوهرتك مزيفة فعلا. ومين الشخص ده؟ يا نهار اسود، ده زوفان. وزوفان بيقول: انا عندي الدليل اللي يثبت ان جوهرتك مزيفة. وبكده عزيزي المشاهد للأسف نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ يا ترى هل الجوهرة دي مزيفة فعلا ولا حقيقية؟ وازاي زوفان هيثبت الكلام ده؟ هو ده اللي هنشوف الفيديو القادم. عشان كده ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما ينزل الفيديو القادم. وبس كده. يا اسطى ما تنساش تقول لي اعمل ايه في موضوع الانسه ليه واللي سابتني عشان الامير طاي. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.